الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في الوطن، في المهاجر والشتات، مرحبا. طبيعي جدا ومن طباع الأمور من طباع الأمور أن تختلف اهتمامات السوريين في مناطقهم وعلى مستوى سوريا بشكل عام. لكل منطقة في سوريا مستويان من الاهتمام: مستوى محلي يتعلق بأبناء المنطقة، خصوصية أبناء المنطقة، آه، القومية والمذهبية والدينية والاجتماعية. هي اختلافات السوريين، أن يكون هنالك مستوى معين محلي يتعلق بهذه المحددات التي أنا ذكرتها، ومستوى عام يشمل أو يشترك أبناء هذه المنطقة مع المستوى العام لاهتمامات أبناء المناطق السورية كافة، يعني المستوى الوطني العام. طبيعي جدا أنه اهتمامات أهل سويدة أن يكون هنالك خصوصية تختلف حتى عن جيران في درعا، فما بالكم اختلاف اهتمامات أهل السويدة عن أهل حلب، واختلاف اهتمامات أهل حلب عن أهل دمشق، والاختلاف بين دمشق وحلب على مستوى الأمزجة، على مستوى اللهجات، على مستوى الاهتمامات، على مستوى أكثر من مستوى مختلف ما بين العاصمة الاقتصادية والعاصمة السياسية في سوريا. كذلك طبيعي جدا أن يكون هنالك نوع معين، شكل معين، مستوى معين من اهتمامات أهل الساحل تختلف عن اهتمامات أهل الداخل على مستوى العادات والتقاليد واللهجة والعقائد والجانب الاجتماعي، الانفتاح الاجتماعي. لا يمكن أن على مستوى الانفتاح الاجتماعي أن نقارن ما بين أهل المدن الساحلية في كل مكان، مش بس في سوريا. هون في بلجيكا أهل الساحل الأقحاح مختلفين عن أهل الداخل في بلجيكا. على مستوى بلجيكا في كل البلدان أهل الساحل مختلفين. فهل الاهتمامات المحلية لأبناء المناطق السورية الآن طفت على السطح؟ في السابق كانت مخنوقة، ممنوعة، مكبوتة، مرفوضة، مصادرة. الآن لا، زال سبب كل هذا المنع والكبت والقمع، وطفت هذه الاهتمامات على سطح الشأن العام. والاهتمام المحلي لأبناء المناطق، لأبناء الأقاليم السورية، لأبناء البيئات السورية المختلفة، هو جزء من الاهتمام بالشأن العام، جزء أصيل من الاهتمام بالشأن الوطني. عندما ابن المنطقة يفكر بمنطقته كيف يمكن لها أن تكون المستوى الأمثل داخل المندمج الوطني، هذا حس وطني وحس ديمقراطي. هذا لا يمكن تفسيره على أنه نزوع مناطقي وميل للانشقاق وللافتراق ولا التقسيم من القصص هي. أحيانا بشوف من السوشيال ميديا، ومن صحفيين وكذا، شفت أنا تفاعل مع ما يجري في المناطق الأخرى. يعني أهل إدلب أو ابن إدلب مهما كان وطني، فهو حساسيته وتفاعله
مع مشاكل أهل الساحل أكيد ستكون يعني بوتيرة أقل، وربما يقلل من محنة وآلام ومشاكل واهتمامات تلك المنطقة. وكذلك في دير الزور وفي درعا، وفي هذا شيء طبيعي. هي الطبيعة البشرية هيك يعني، مستويات التفاعل يعني. عادي من شيطن الموضوع يعني. أنا أحاول أن أحلل وأفسر ما يجري حاليا يعني. لكن أحيانا يكون هنالك نوع من الضدية والشيطنة القصدية والتعمد في الموضوع. مثلا يعني أنا راح أعطيكم مثال بهذا الخصوص. ريبال الأسد اللي كان على حد علمي معارض للنظام السوري، ويطرح في فيديو يطالب بالمساعدة، مطالب يعني بالمساعدة الدولية لصياغة دستور يضمن حقوق، دستور عادل، دستور وطني، دستور ديمقراطي. جرى تفسيره على أنه استنجاد بالأجنبي، دعوة للتدخل العسكري وللاستنجاد بالأجنبي ضد سوريا، ضد الدولي. هيك جرى تفسير. فأنا دخلت مع يعني أحد الأصدقاء على الفيسبوك، يعني ناشط صحفي، أنه يا أخي أنت في هذا البوست وجايب مقتبس من كلام ريبال الأسد، ويا ليتك يعني لو عززت البوست تبعك بما يوثق موقفك، وجهة نظرك، أنه بالفعل هنالك قول صريح لا يقبل اللبس والتأويل والاجتهادات والقصص، يدعو فيه ريبال الأسد الأجنبي للتدخل العسكري العاجل ضد سوريا. ويعني أنا علقت كأي شخص يعني، شفت طلع لي شيء ونحن أصدقاء على الفيسبوك، وعلقت أنه مصداقية البوست ينبغي أن تكون موثقة ومدعومة بالصورة البصرية، طالما أنت تتناول هذا الشخص وخطابه ودعوته، وأنت صحفي وتشتغل في الشأن العام، ومهمتك لازم تكون نقل الرأي المستند إلى معلومة صحيحة وموثقة، مش قضية اجتهادات والخوض في النوايا وشو معناتك وشو معناتك. أنت تتهم شخص معين بالاستنجاد بالأجنبي والدعوة للتدخل العسكري. وأنا ما فهمته من الفيديو أنه يدعو الغرب إلى مساعدة السوريين في صياغة دستور. هلا ممكن ريبال الأسد في خطابه، أنا ما يعني طالب بالتدخل العسكري، أنا ما بعرف. أنا معني بما نشره الناشط الصحفي السوري وطبيعة تفاعله معها وفتح الباب. وهذا جده على أيام الفرنسيين طلب واستنجد بالفرنسيين. ليش الحلبية بمين استنجدوا لما سووا دولة حلب؟ مش بالفرنسيين؟ يعني قيام دولة حلب ونخب حلب وعلم حلب على زمن الانتداب الفرنسي، هذا شو كان اسمه؟ ولا الموضوع بس كان محصور في الساحل السوري؟ نفس الأمر يعني. هذا جده سليمان علي الأسد استنجد بالفرنسي وما بعد. ليش أهل دمشق بمين استنجدوا؟ يعني دولة دمشق، دولة السويدة أو جبل العرب. التقسيم اللي صار على زمن الانتداب الفرنسي، أجداد يعني اللي كانوا بعيدين عن هذا التقسيم هم مناطق شرق الفرات. هي ما كانوا كانوا ضمن التقسيم، بس لم يؤسس يعني ما انقسموا على خلفية خصوصية معينة تابعة لهم. يعني طالبوا بالحكم الذاتي داخل دولة حلب.
موضوع أنه والله هذا جده هيك كان ونشطاء وخطاب كراهية، وأنت تنتقد ريبال الأسد، تنتقده بشكل موثق، وأنت بتقول أنه أنا شاهدت الفيديو. طيب هذا الفيديو اللي أنت شاهدته لماذا دعمت بوستك بمقطع لا ينسجم مع هذا البوست؟ الزلمة بيقول نطالب الغرب ب ب بمساعدتنا، لهم خبرات فيما يتعلق بالديمقراطية والدساتير. لا يطلق نداء استغاثة والاستنجاد بالتدخل الأجنبي والحماية ومن الكلام هي كله. فالموضوع مش مقتصر على سليمان الأسد. هلا راح يطلع عن النشطاء ويقولوا بيدافع عن آل الأسد. ما عم دافع عن آل الأسد ولا على سليمان الوحش ولا على ما بعرف مين. أنا أراجع تفاعل السوريين وكمية خطاب الكراهية. هذا خطاب كراهية لما تنتقد شخص دون سند، دون برهان، دون شيء موثق. هذا ودعوة للتأليب وخطاب كراهية. نفس الأمر يتعلق بما يتعلق يعني ما يخص مناطق شرق الفرات أو مناطق سويدا أو أي منطقة أخرى. والله الفنان السوري جمال سليمان هكذا يدعو إلى انتفاضة ويهدد بثورة أخرى وكذا. والزلمة حكى رأيه، أنا شفت مقتطفات من كلامه فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها مدينة حمص والساحل السوري. ما حدا بيحكي عن الفيديوهات التي تفقأ الأعين وتدعو للتطرف. والمجاهدين، مجاهدين شو يا حبيبي؟ مجاهدين شو؟ الرتل المجاهدين في جبلي ونحن دخلنا لكي لا نخرج. والله أكبر وتكبير. ليش أنت بغزوة أحد ولا غزوة بدر ولا غزوة الخندق ولا بأي غزوة حتى تكبر وتهلل؟ وأنت وين فايد؟ أنت فايد على ديار مسلمة، على يعني مناطق سورية آمنة ومسلمة، حتى ولو لم تكن مسلمة، وتكبير ما حدا بيجي بينتقد هذه المظاهر الاستفزازية اللاوطنية التكفيرية الجهادية، وبيجي بيحكوا لك انه والله ريبال الاسد. هلا بكره فراس الاسد او نسيت اسمه، ابنه لرفعت الاسد الموجود في الامارات، قديش هذا الرجل اصطدم مع بشار الاسد، مع اسماء الاخرس، مع ماهر الاسد، مع ابوه رفعت الاسد، اصطدم مع اخواته حرصا على السوريين ودعما لثورة السوريين. بكرة إذا هذا الرجل في راس الأسد ما عاد يعني المهم انتقد شوي، يعني انتقد، راح يصار إلى شيطنته. جد سليمان الأسد كان مع الفرنسيين وطالب الفرنسيين. ومن قصص الكراهية هاي اللي يعني السوريين يتفننون فيها. هذا السلوك الإعلامي عيب، وما له علاقة لا بالإعلام، له علاقة بالإعلام الأصفر، له علاقة بالإعلام الرخيص، له علاقة بالإعلام اللاوطني الذي لا يريد أي خير لسوريا. بيطلعوا ليكو الرتل دخل على الفاتحين وتكبير والله أكبر. هذا الكلام كان توطئة للحديث عن مرة أخرى عن منطقة شرق الفرات، وطرح سؤال يعني هل يمكن لمنطقة شرق الفرات أن تقرر مصير سوريا؟ يعني سؤال
ممكن أن يعني طبيعي وجائز وممكن ومهم طرحه، يعني طالما أنه بترول وغذاء والسلة الغذائية وخبز المنطقة وبترول المنطقة كهرباء سوريا وخبز سوريا بيجي من هون. فيجوز لأبناء المنطقة أنه هل بإمكان هذه المنطقة أن تقرر مصير سوريا، طبيعة سوريا كدولة؟ في تقديري نعم. مناطق الجزيرة السورية، شرق الفرات، مناطق ذات الغالبية الكردية، مناطق ذات الغالبية العربية، المناطق الكردية في سوريا، مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا، منطقة روجافا، كلها تسميات لمنطقة جغرافية معينة تشمل الحسكة والرقة ودير الزور، مناطق شرق الفرات. بصرف النظر عن هذه التسميات، كل طرف يطرح تسمية وفق ميله السياسي ومنظوره الأيديولوجي وموقفه، ويعني تسمية تعبر عن حالته. العرب بيقولوا انه هي منطقة ذات غالبية عربية، المناطق العربية في شرق الفرات. الأكراد بيقولوا لا، هي مناطق ذات غالبية كردية واسمها روجافا. السلطة الموجودة بتقول مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، لا عربية ولا كردية، بدون إحالة قومية. بمعنى هذه المنطقة حاليا لديها توصيفات وأسماء مختلفة متنوعة، لكن تطلق على منطقة واحدة. على امتداد قرن تقريبا، ومنطقة شرق الفرات تقدم لسوريا وللسوريين القمح خبزا ليأكلوه، والقطن ملبسا ليلبسوه، والنفط وقودا ليتدفئوا ولكي ينيروا منازلهم ويديروا محركات سياراتهم ويديروا بها معاملهم. لكن ماذا قدمت سوريا بأنظمتها وحكوماتها المتعاقبة لهذه المنطقة؟ شو قدمت؟ وخاصة بعد فترة الاستقلال وحتى هذه اللحظة، الذي قدمته دمشق والحكومات المتعاقبة والدولة السورية لهذه المنطقة هو التهميش والإقصاء وانعدام مشاريع التنمية وفرض المشاريع العنصرية، مثل الإحصاء اللي جرد عشرات الألوف من الكرد السوريين من جنسيتهم سنة 1962، وكذلك فرض الحزام العربي وتعريب هذه المنطقة، منع اللغة الكردية، منع الثقافة الكردية، منع التكلم، منع الغناء، منع كل هذه التفاصيل من فترة يعني فترة السبعينات، وحتى فترة الستينات، وحتى يعني فترة قريبة. هذه المنطقة كانت تعاني الأمرين، يعني إذا صار في شح في الأمطار، أزمة، دائما الدولة لا تتدخل لإنقاذ، الحكومة لا تتدخل، لم تتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المنطقة. السلة الغذائية، القمح والقطن، الدولة لم تتدخل. سنوات عجاف مرت على هذه المنطقة، وهنالك حالات نزوح منها إلى المدن الداخلية، والدولة كانت
تتفرج. المشاريع العنصرية التي استهدفت المنطقة وتحديدا الكرد ومصادرة الأراضي، أراضي الملاك والإقطاعيين، واستجلاب العرب من منطقة الرقة ودير الزور، وتوطين في المنطقة في قرى محمية، قرى نموذجية، ومنح امتيازات وحوافز، لأنه ما كانوا يعني فلاحين ريفيين بسطاء من ريف الرقة والطبقة، يعني اقتلعوا من أماكنهم وتم زرع وغرس في أماكن أخرى في بيئات أخرى. طبعا الهدف سياسي، هو مش هدف يعني كيف بدك تزرع قرية عربية في محيط كردي. ما في أواصر مصاهرة، ما في، هو في هنالك عرب في المنطقة، لكن حملة توطين جديدة والهدف منه بكل تأكيد تغيير ديموغرافي في إطار الحزام العربي. طبعا كل هذه الإجراءات التي جرى تطبيقها في هذه المنطقة، منطقة شرق الفرات، كان هنالك رجل أمن، وهذا معروف، محمد طلب هلال، كان ضابط في المخابرات وموظف هناك، وقدم دراسة أمنية مرفقة بتوصيات بيحكي فيها عن مخاطر. طبعا المخاطر الكرد، يحدد الكرد. بعد هذه الدراسة، الخطوة الأولى كانت تجريد عشرات الألوف من الجنسية السورية. جدي أنا يعني أبي خدم الجيش، كنا مواطنين سوريين وجردنا من الجنسية السورية. اسمي هو شانغوسي، كان ممنوع كتابته في سجلات النفوس. صرنا أجانب محرومين من الجنسية، وممنوع علينا يعني محرومين من الجنسية، من حقوق المواطنة، من الحقوق المدنية، من السفر، من التملك، من ومحرومين من اللغة الكردية ومن الثقافة الكردية من كل الحقوق البسيطة، الحقوق البشرية. وحتى تسجيل الأسماء يعني أنا كنت ممنوع، ما فيني سجل اسمي يعني بالاسم الكردي. أبي الذي كان يكنى بأبو هوشنج، وكان يعني لا يمكنه تسجيل ابنه في السجلات بهذا الاسم، لأنه هو اسم كردي بقرار أمني. طبعا عشرات الآلاف مثلي، يعني أنا عينة، يعني عينة من ضحايا هذه السياسات العنصرية. هذه الدراسة الأمنية التي خصت منطقة شرق الفرات أو المناطق الشرقية أو المناطق ذات الغالبية الكردية، سموها ما شئتم، خصت هذه المنطقة بجملة من التوصيات شديدة العنصرية، شديدة الفاشية، يعني ترقى إلى مستوى يعني زمن الحروب يصار إلى عملية شيء بيشبه التطهير العرقي. إن لم يكن تطهير عرقي فبيشبه تطهير عرقي. هذه الدراسة صارت دستور الحكومات المتعاقبة. ومحمد طلب هلال ترقى وصار عميد، وصار قيادي يعني في القيادة القطرية لحزب البعث، وصار وزير للزراعة، وترقى في المناصب على زمن حافظ الأسد. هذه الدراسة بقت، والأكراد أيضا بقوا. هل نجح محمد طلب هلال في خلق فجوة وتغيير هوية المنطقة؟ لا. هل نجح حافظ الأسد؟ لا. هل نجح بشار الأسد؟ لا. في
آه، في 2004 12 آذار 2004 صار ثورة شعبية، انتفاضة كردية ضد نظام الأسد. خلي يسمعوني الباحثين اللي بيحكوا كتير عن الأرقام والإحصائيات، نسبة الكرد كذا ونسبة العرب كذا ونسبة الكذا، وبيحكوا، لكن خلفيات وحقائق هذه الأرقام البعثية المصدر، الأمنية الأمنية تابعة لنظام الأسد. طبعا هي معلومة، أقول يعني هي معلومة مش اجتهاد. يعني بعد انتفاضة 12 آذار 2004 كلف حزب البعث في الحسكة والقيادة الأمنية مجموعة منتقات يعني البعثيين والأمنيين. هلا كل أمني هو بعثي، ولكن مش بالضرورة كل بعثي هو أمني. اصطفوا مجموعة من الكوادر الشابة لإجراء مسح، وبيعدوا القرى والكثافة السكانية، وهي القرية العربية كم شخص وهي القرية الكردية كم شخص، وبيعدوا كم غنمة وكم بقرة وكم دجاجة وكم، كل هالتفاصيل بتكليف أمني. طبعا الغرض انه من هذه الإحصاءات لكي يتبين النظام على مدى هذه السنوات، هل نجحت سياسات التعريب والصهر والتغيير الديمغرافي، أو وصلت إلى أي مرحلة من مستويات النجاح؟ الآن أغلب الأرقام التي يصار إلى تصديرها، طبعا ما في إحصاءات دقيقة ونزيهة ومحايدة تتعلق بمناطق شرق الفرات، لا في الحسكة ولا في الدير ولا في الرقة. كل هذه الأغلب، مش كل، أغلب هذه الأرقام التي يصار إلى تصديرها منشأها بعثي وأمني. وبكل تأكيد، بكل تأكيد هذه الأرقام اللي منشأها بعثي وأمني ستكون مغرضة، مناهضة للحقائق الموجودة على الأرض في المناطق الشرقية ومناطق شرق الفرات. هي يعني على مستوى معلومة من بعض الأصدقاء ومن بعض اللي شاركوا، يعني وحتى ذكروا لي بعض الأسماء، يعني أسماء اللي ش... ال... ال... يعني الموضوع انتهى، فأنا ما حابب أنه يعني اكشف الغطاء عن الموضوع. كيف انتهى الموضوع؟ إنه نظام سقط، نظام راح، البعث راح، لكن أبقى لنا شباب هيك أمامير بعثيين هيك محترمين، أمامير حريصين على منطقة شرق الفرات، حرصهم على نور عينهم. يعني المهم، الدستور، دستور الحكومات المتلاحقة كانت دراسة محمد طلب هلال الأمنية. طبعا الأكراد لما كانوا بيحكوا في هذا الموضوع، البعثية الأمامير الحلوين الشطار النجباء كانوا بيشككوا، إذا نجحوا في التشكيك ممتاز، إذا ما نجحوا آه يعني بيطعنوا، إذا ما نجحوا. فكان في مستويات في التفاعل في هذا الخصوص، إلى أن أتى وزير الزراعة الأسبق السوري وفي شهادته في برنامج الذاكرة السياسية، وكشف عن يعني رأس جبل التعامل الفاشي والعنصري لنظام حافظ الأسد مع الكرد في سوريا، أسعد مصطفى، خلال يعني الحوار مع طاهر بركة كشف جزء، وعرى النظام، وعرى كل من كان يشكك السياسات البعثية العنصرية العروبية الفاشية ضد الكرد،
وطبعا لأنه كانت في سياسات ضد الكرد، بعض العرب أيضا تضرروا. عرب المنطقة تضرروا، سريان المنطقة تضرروا أيضا. يعني راح ويجي فرق عملة، البعض مش الكل. الهدف الاستراتيجي والأساس كان الكرد. هذا الكلام الذي ذكرته ليس بجديد، يعني قيل عشرات المرات، مئات المرات، آلاف المرات. وللأسف على في المقابل أيضا، يعني الماكينة البعثية، الدعاية البعثية على امتداد عقود 50 سنة ترسخت في الوعي العربي. كل القراءات النمطية والتقليدية عن الأكراد، عن القضية الكردية، عن الشعب الكردي، فصاليين، خونة، إسرائيل تانية، كل هالكليشات النمطية، وما في أغلبية، وفي تكريد، وفيها القصص. هلا الأكراد مش ملائكة، لكن بكل تأكيد الأكراد مش شياطين وفق المنظور البعثيين والمتبعثنين والموجودين سابقا وحاليا كمان. مش شياطين، مش أبالسة، لا يقلون وطنية. يعني عن أي وطني سوري، ابن حلب، ابن إدلب، ابن دير الزور، ابن السويدة ودرعا وحوران، لا يقل. يعني مسألة المزايدة في هذا الخصوص. لكن يعني مناسبة هذا الكلام هو أنه هاي المنطقة هل لها خصوصية معينة؟ نعم لها خصوصية معينة. لها خصوصية اقتصادية، لها خصوصية اجتماعية، التنوع الجميل اللي فيها. لها خصوصية تاريخية، لها خصوصية كمان قومية. هذا واضح يعني. كل حزمة الخصوصيات هي كلياتها، يعني التي تميز منطقة شرق الفرات عن المناطق الأخرى. وأكيد هنالك ما يميز حلب أيضا عن كل المناطق السورية. بكل تأكيد هنالك ما يميز دمشق عن بقية المناطق السورية. وأيضا بكل تأكيد هنالك ما يميز السويدة أيضا عن كل المناطق السورية. هذه الخصوصية التي تتميز بها الشرق الفرات، ألا يبتنى عليها شيء في أثناء التفكير في إعادة تأسيس الدولة وترتيب الدولة، أن يكون لها خصوصية في الحكم والإدارة داخل سوريا؟ نعم، قولا واحدا، وفق القانون الدولي، وفق ما قدمته هذه المنطقة لدمشق ولكل السوريين. وينبغي لأبناء المناطق الأخرى أن يكونوا محامي دفاع عن الحفاظ على خصوصية هذه المنطقة في الحكم والإدارة داخل سوريا. ما يشيطنوا الموضوع. النشطاء السوريين الوطنيين الأفذاذ شو بيقولوا؟ إنه ما بيصير خصوصية، نمنح منطقة شرق الفرات خصوصية إدارية، حكم ذاتي أو فيدرالي أو أي شيء. يعني ليش يا بعد شبذي؟ ليش يا بعد عيني، بعد عمري؟ مشان شو يا حياتي؟ لأنه والله إذا أعطيناهم يعني تفضيل، أنت ما أنت بتمنحهم حقهم في إدارة شؤونهم. أنت ما بتفضلهم عن مناطق أخرى. أصلا من الواجب عليك أن تمنح حلب خصوصية حلب، الساحل خصوصية الساحل. كل ما كان النظام السوري يصادر ويقمع ويكبت ينبغي يعني إشباع هذه الحالات الوطنية، هذه الخصوصيات، هذا التنوع الوطني. هذه ضرورة وطنية، ضرورة ديمقراطية، ضرورة قانونية، ضرورة أخلاقية، وضرورة ثقافية. لا أفينا نعطيهم بكرة أهل إدلب كمان راح يقولوا نحن والله بدنا شيء بيميزنا، وهذا حقهم. أهل الساحل كمان هذا هو المبرر.
التافه اللي في لبوس وطني، المتهافت اللي في لبوس وطني. طبعا هذا المبرر ينطوي ضمنا على أنه بالفعل هنالك خصوصية. لا يناقش الموضوع أنه والله لا يوجد خصوصية، ما بيحق لهم، يعني يرفض لأنه المناطق الأخرى أيضا ستتعلم، ستحذو حذو هذه المنطقة. هذا هو سبب الرفض، هذا هو مبرر الرفض. مش انه المعطيات والحقائق والامور التي يطرحها اصحاب هذا الطرح، اصحاب هذا المشروع من ابناء المنطقة كردا وسريانا وعربا هي مش صحيحة. لا 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 لا. ما بيناقش هي التفاصيل، هذه الأسانيد والبراهين. بيقول إذا منحناهم خصوصية أهل السويدة كمان رح يطالبوا، أهل الساحل كمان يطالبوا يطالبوا طالما الموضوع داخل الأسرة، داخل العائلة. يا بني آدم، أفراد العائلة والأب موجود أو متوفى، يعني من حق الابن أن ينفصل عن عائلة، أن يشكل له بيت، أن يكون له مشروع، أن يدير نفسه بنفسه ويساعد الأخوة الآخرين. ما يروح يعني ينفصل وينضم إلى دولة أخرى ويقاتل أخوته، لا. هذا على مستوى الخلية الاجتماعية، العائلة. كيف تتعزز العائلة؟ بمنح المزيد من الحرية للأولاد. أن حتى الأب الحريص على أبنائه بيعطيهم شوية حرية، وروحوا انتقلوا واستقلوا بمشاريعكم الاقتصادية، بمشاريعكم الأسرية، لكن كونوا مخلصين لهذه العائلة، لقيم العائلة، لقيم المجتمع. حتى على هذا المستوى، حتى على هذا المستوى يعني في الدين الإسلامي، يعني أهل السنة والجماعة هنالك يعني مجال. إذا أنت يعني اللي بيترك الفقه الحنبلي بيروح على الشافعي أو على الحنفي أو على المالكي، لا يهدر دمه. اللي بيكون سني بيصير شيعي أو شيعي بيصير سني، لا يهدر دمه. يعني لم يخرج عن الملة. كذلك في الإطار الوطني السياسي الدستوري القانوني في سوريا، يحق سندك في رفض أن تتمتع حلب بخصوصية هو سند متهافت. إنه والله إذا أعطينا حلب خصوصية الساحل كمان بده خصوصية، إذا أعطينا الساحل الحمص كمان بده خصوصية. ومن هالمنطق الغبي والمتزمت، ومش مستعد يناقش، مش مستعد يناقش هذه الأفكار. إنه النظام اللامركزي يمنح الدولة حيوية ومرونة وهامش للأطراف لكي تتطور وتدعم المركز. هذه هي الحجة الرئيسة لرفض منح خصوصية إدارية، وهي حق أصيل لمناطق شرق الفرات، سواء في إدارة محلية موسعة أو إدارة ذاتية أو حكم ذاتي أو حتى حكم أو إقليم فيدرالي. توقفوا عن الشيطنة بجهل. إذا بدك تعترض على هذا الموضوع، اعترض بالسند، اعترض ببرهان، اعترض بشيء، تحاول تحلل خلفيات أو تفند بشكل علمي الأرضية التي يقف عليها أصحاب هذا الترح. مش تقول إنه والله إذا أعطينا خصوصية لهذه المنطقة ستطالب مناطق أخرى. هذا سند متهافت وينم عن كيدية
وينم عن غبن وظلم، انه انت مش بس عم تظلم منطقة شرق الفرات، لا، انت تصادر حق حلب بان تكون لها خصوصية، انت تصادر حق سويدة ان تكون لها خصوصية، وهي الخصوصية موجودة في المناطق، قريناها في المراجع التاريخية. لكن ليش عم نقول ثورة جبال العلويين على الفرنسيين، ثورة الدروز أو جبل سلطان باشا الأطرش على الفرنسيين، ثورة إبراهيم هنانو الكردي، ثورة الشمال الكردي على الفرنسيين، حد مو خصوصية؟ إذا بدك تفهم أو تكون وطني أو تكون ديمقراطي، هي خصوصية موجودة وأصيلة وتستحق الاحترام. مو تقول والله أنا ما بدي أعطي خصوصية لمناطق شرق الفرات لأنه حوران راح تنفصل عنا، هي كمان بدها خصوصية. فليكن، قبلت أم رفضت، حوران لها خصوصية، قبلت أم رفضت، السويدة لها خصوصية، جبل العرب الأشم له خصوصية، قبلت أن أو رفضت، مناطق الساحل لها خصوصية جغرافية، اجتماعية، طائفية، لها خصوصية، لها خصوصية. ما فيك أنت تتجاهل وتتعامى وتتغافل وتتغابى من الغباء، يعني مش من الغابة، يعني عن كل هذه الحقائق والمعطيات، وتركب راسك وتتنع وتقول لا، ما بمنح شرق الفرات والله لأنه سيكون هذا، بنفتح علينا باب ما فينا نسكره. باب الحقائق سيفتح آجلا أم عاجلا، فخليك وطني وديمقراطي ومحترم، وقبل أن تعصف بك ريح شديدة وتقتلعك، ابقي الباب مفتوحا. يعني أنت توصد الباب أمام حقائق بلدك، أمام حقائق وطنك، وتمعن في الكيد والغبن والظلم والتزمت. مبرر آخر مضاف إلى المبرر السابق، أنه وذكرت في المبرر السابق أنه لكي لا تحذو المناطق الأخرى حذو منطقة شرق الفرات، لا، لن نمنح هذه المنطقة خصوصية إدارية لأنه فيها السلة الغذائية والبترول. لك يا جاهل، هاي السلة الغذائية والبترول أصلا هي سند وبرهان مشان يكون لها خصوصية. على مدى قرن كنت تاخذ هذا البترول وما تعطي شيء لهذه المنطقة. أنت كل يعني عقل وفهم، يعني وتصور فقط لمنطقة شرق الفرات أنه خبز وقمح وبترول وقطن وبس. البشر الموجودين شو مشاكلهم، شو فينا نقدمون، كيف فينا نطورون، ليش الفقر، معدلات الفقر موجودة رغم أنه سلتك الغذائية من هنيك، ليش معدلات الفقر والأمية موجودة هنيك رغم أنه البترول من هنيك والغاز من هنيك. ليش البترول والغاز سوا من قطر ومن الإمارات إمارات، والمناطق شرق الفرات بقيت على ما هي عليه من بؤس وإقصاء وحرمان وكل هالتفاصيل. هلا من حق، يعني مو من حق أبناء شرق الفرات يقولوا إنه يا أخي والله نحن وطنيين، وكان زعيمنا يعني شمال السوري ككل، يعني إبراهيم هنانو وثورة الشمال السوري وجبل الزاوية،
يعني شارك فيها أكراد أصلا، أو رجعوا لمن أرخ للثورات السورية. أول رصاصة أطلقت على الفرنسيين كانت من بندقية شخص كردي، وهذا موثق بمصادركم مش بمصادري أنا. في دمشق أيضا ثوار الغوطة من ضمنهم كان أكراد. شو بدي أحكي لكم؟ لا أحكي لكم يعني. طيب، ألا يحق، مش أنا ما عم أقول أكراد، ألا يحق أنه رئيس الجمهورية يكون من الدير أو يكون من الحسكة على امتداد الاستقلال؟ وزير دفاع، وزير خارجية، رئيس مجلس وزراء من محافظة الحسكة؟ ما في، ما في. سرياني، أنا ما لا، حطوا الأكراد، حطوا العرب جانب. سرياني رئيس وزراء سرياني ما جاء. غير رئيس دولة غير فارس الخوري، في حدا تاني اجى مسيحي واستلم رئاسة الجمهورية السورية؟ ما في. طيب، الجمهورية العربية السورية من زمن البعث حدا من محافظة الحسكة اجى؟ الحلبية استلموا مناصب وزارية. هلا رح يقولوا لي انه والله حسني الزعيم ومحسن البرازي. يا ابو حبيبي، هدول محسوبين على مناطق الداخل، مش على مناطق شرق الفرات. هؤلاء ينحدرون من أصول كردية. هؤلاء لما كانوا بيستلموا مناصب ورؤساء دولة ورؤساء حكومة، كانت اللغة الكردية مقموعة، كانت اللغة الكردية ممنوعة، كان الإعلام الكردي ممنوع. ما في إعلام كردي على زمن هؤلاء اللي بتمنوا الأكراد وبتصيروا بتحكوا في حقبة الخمسينات. بيكون واحد مواليد ال2000 بيجي يمدح لي فترة الخمسينات، والله كان حسني الزعيم كردي وفوزي سلو ومحسن برازي وما بعرف شو. هو أصلا لم يعش، لا هو ولا أبوه عايش تلك الحقبة، وبيجي بيزايد وطنيا. وأنا ما حبيبي، حط التاريخ هذا فترة الخمسينات على جنب. بعد الخمسينات شو صار؟ هل رفع الأكراد السلاح في وجه الدولة؟ سؤال، هذا سؤال ينبغي أنتم تتحروا عليه، وسيكون موضوع فيديو آخر يعني. الحلبية رفعوا السلاح، الحموية رفعوا السلاح، الحماصنة رفعوا السلاح، مين ما حمل السلاح في وجه الدولة؟ الكل، باستثناء الأكراد والسريان. السريان لا الأكراد ولا السريان رفعوا السلاح في وجه الدولة. على شو أنت جاي تزايد الآن؟ قصد ترفع السلاح وكأنه العشرات من الضحايا في المجاهدين الأبطال فقدوا حياتهم آه، بنيران قسد. أبو عمشة، أبو عمشة زعيم العمشات والعفشات والشلحات والكلسات، هو اللي بيهاجم قسد، هو. لكن في الإعلام الوطني المحترم بيصوروا الموضوع أنه لا، قسد هي التي تهاجم أبو عمشة زعيم الشلحات والكلسات والعمشات والحفشات. طيب، معقول هيك؟ من المؤسف جدا القول أنه عندما يصار مناقشة واقع ومطالب منطقة شرق الفرات بالعرب بالسريان بالأكراد، فورا يصار إلى فتح الدرج البعثي وإطلاق الكليشات والكلام المكرر، يعني الأرشيف البعثي التقليدي في تناول هذه المنطقة. وأحيانا كثيرا يعني، ما مش أحيانا كثيرا، بشوف مثلا واحد من إدلب موالي للنظام الجديد، لأنه هلا اليوم يومه، يعني الإدلبي هلا حاليا حاكم
رغم أنه أبو محمد الجولاني مش من إدلب، لكن الطاقم ال- ال- الصحابة العدول الأجلاء الأفاضل اللي مع محمد الجولاني أحمد الشرع أغلبهم جلهم من إدلب، مش مشكلة. لكن لما بيجي واحد من إدلب أو واحد من درعا أو واحد من السويداء أو من دمشق أو من حلب، بيحكي عن منطقة شرق الفرات وكأنه ابن العريف، وكأنه الخبير في الشؤون الشرق فراتية، الخبير في الشؤون الجزراوية. بيحكي لك أرقام وإحصاءات ونسبة العرب ونسبة الأكراد ونسبة السريان من وين جايب كل هالأرقام هاي؟ يابا أنا ابن المنطقة، حبيبي أنا ابن المنطقة. يعني آه شيء أحيانا غريب، يعني بيجي بيزايد مش على عرب المنطقة، بيزايد على عرب المنطقة اللي بيكرهوا قسد، وهو ما بيعرف شيء عن هاي التفاصيل. أبي ياخذ المعلومات من هون ومن هون، من مهند القاطع، من مدري ما بعرف مين كذا، ويبني حججه ومواقفه وهجومه وشيطنته على هذه المسائل المشكوك فيها، يعني أكاد أقول 90%. وهي أرقام ذكرت أنه كيف كانت بتصير إحصاءات على زمن النظام السابق، وأكيد أي إحصاء محايد وموضوعي ومهني وعلمي يعني نتائجه يعني لن تصب في مصلحة نظام البعث. فبيجي أبناء هذه المناطق وبيحكوا الأكراد أقلية 10%. لك يا حبيبي، يا نور عيني، يا بعد شبذي، إذا الأكراد موجودين في مصر وموجودين في الأردن، وإذا نص الخليل بفلسطين أكراد، والأكراد موجودين بصفد، والأكراد موجودين بحوران، بيت الكردي وبيت الأكراد، يا أهل حوران احكوا. وإذا الأكراد موجودين في دمشق على زمن بوثائق وثائق البريطانية، الأرشيف البريطاني في عام 1938 بيقول في 60,000، يعني أكثر من 30% من عدد سكان دمشق. ما بدنا نحكي عن حلب المتاخمة اللي هي يعني أكراد وعرب وسريان وأرمن. إذا أكراد موجودين بكل هذه المناطق، فراح يكونوا 10% بالحسكة. يا مجنون يحكي وعاقل يسمع. قبل كم يوم أنا كنت في حديث مع الروائي الجزائري المعروف أمين الزاوي في الجزائر. أمين الزاوي حكى لي معلومة غريبة، إنه كان في حي أو قرية في الجزائر وحي الأكراد أو قرية الأكراد. فصار بيحكي لي إنه نحن ما بنعرف إنه يعني كيف أتى هؤلاء وهم قدامى، يعني مش من مش من فترة قريبة، يعني جزائريين أقحاح حي الأكراد في الجزائر. إذا الأكراد موجودين في الجزائر، والأكراد في يوم من الأيام حكموا سوريا ومصر وفلسطين والأردن على الزمن الأيوبي في الحقبة الأيوبية، جاي أنت من كل عقلك هيك وبدك تتجهبز ويعني أنت مهبول، أنت جاي تتخوث. هو تقول والله الأكراد 10% 5% 3% من الحسكة. بدها شوية حياة، بدها شوية خجل، يعني قليل من المراجعة التاريخية لبلاد الشام راح تعرف أنه الأكراد مثل العرب. يعني طالما في المناطق الأخرى نسبة عالية، فمن الطبيعي جدا في المناطق سكناهم والقريبة من تركيا ومن كردستان العراق أنه تكون نسبتهم عالية، وهي نسبة عالية بالوثائق العثمانية عالية، بالوثائق الفرنسية عالية، وبالوثائق البريطانية عالية، بوثائق البعث بس، وبوثائق مهند القاطع بس 10 5 3 ما بعرف كم بالمية.
هل منطقة شرق الفرات لها خصوصية؟ بكل تأكيد، قولا واحدا، قطعا، بدليل: واحد، التنوع القومي والديني في المنطقة يمنحها خصوصية. اثنين، الثروات، النفط والمحاصيل الزراعية يمنحها خصوصية. ثلاثة، استهداف النظام لهذه المنطقة بمشاريع عنصرية فاشية يمنحها خصوصية على امتداد قرن. وأنا ذكرت في فيديو سابق وأكرر، يعني على دمشق أن تعتذر، مش بس تفضل. هذا مش تفضيل، هذا إعادة حق طبيعي وطني ديمقراطي لهذه المنطقة. مش بس تعيد هذا الحق، هذا مش تفضيل، هذا إعادة حق مع تقديم الاعتذار، لأنه هي المنطقة كانت وما زالت وستبقى سبب ديمومة الحياة، حركة الحياة الاقتصادية في هذا المندمج الحضاري القومي الديني الطائفي الإثني الثقافي اللي اسمه سوريا. ولا إن الشيء بالشيء يذكر في إطار مسألة، يعني أنه قسد تسيطر على هذه المنطقة. قسد منذ، يعني قسد لم تأتي هكذا إلى دير الزور وإلى الرقة. داعش التي جلبت قسد، احتلال داعش لهذه المناطق جلب قسد إليها. ضرورة تحرير هذه المناطق من داعش، ضرورة حماية دمشق. لو قسد لم تهاجم داعش وتحرر دير الزور والرقة من داعش، لكانت داعش ابتلعت دمشق، ولكان وصلت إلى أبعد ما يمكن أن تصل إليه. دولة دولة الخلافة وعلى منهاج النبوة في العراق والشام. لولا قسد دمشق في هذه النقطة أيضا، والمناطق السورية الأخرى في هذه النقطة أيضا، مدينة لشرق الفرات بشكل عام ولقسد. أنا لا أمدح، أنا أتحدث عن واقع حال. تصوروا أنه قسد ما كانت موجودة، منو كان رح يواجه داعش؟ كتائب مهند القاطع ولا كتائب الهفل ولا مين كان رح يواجه داعش؟ مين اللي دفع دم آلاف الأشخاص، الصبايا والشباب الأكراد والعرب والسريان في خندق واحد ضد داعش؟ مش الأكراد الذين أتوا هكذا. داعش وخطورة داعش على سوريا، على الشرق الأوسط، على العالم، هو الذي استجلب قسد إلى هذه المناطق. هل أنا مع وجود قسد في هذه المناطق؟ لا. أنا لما بحكي هذا الكلام هذا مش تكويع. بعض السذج والبسطاء والمتهافتين يفسرون هذا الموضوع أنه تكويع وما بعرف شو، كان معارض لقسد صار يكوع. لا حبيبي، لا. أنا مع قسد بدون حزب العمال الكردستاني. أنا قلتها 1000 مرة وسأبقى أقولها. أنا مع قسد ضد تخوين عرب قسد من قبل البعض. أنا مع سريان قسد ضد استهداف في كرامة، في وطنية، في شهامة. هذا موقفي، هذا مش موقف سياسي، هذا موقف أخلاقي. هذا من جهة. من جهة أخرى، كثير بنسمع قسد وإيران وأسهم إيران. نعم، عن طريق حزب العمال الكردستاني هنالك تأثير لإيران على قسد، أقول ذلك ولا يمكن أن أنفي، ومن الغباء نفي ذلك. لكي نحرر قسد من إيران
ينبغي أن نحررها من حزب العمال الكردستاني، لكن مش نحرر المنطقة من الأكراد مثل ما سوى أبو عمشة زعيم الشلحات والعمشات والكلسات، مثل ما سوى بعفرين. ما بدنا أبو عمشة تاني في منطقة الجزيرة، لأنه أبو عمشة تاني رح يكون خطر على العرب قبل الأكراد. شوفوا التناول الإعلامي كيف كان. لما الآن بيحكوا عن إيران ودور إيران، إيران والميليشيات الإيرانية لما دعمت الهفل اللي كان ضمن قسد وانشق، والميليشيات الإيرانية اللي دعمت النظام السوري، والهوسة اللي صارت بدير الزور، شو سموها؟ انتفاضة العشائر، وثورة العشائر ضد قسد وضد الأكراد وضد التكريد. ووقت ذاك هذه الانتفاضة كانت مدعومة من إيران. ما يشوفوا إيران اللي كانت تقف خلف هذا السلوك، وراح صار من الماضي يعني. الهفل ما بعرف يعني الله شو محله من الإعراب. إيران التي كانت تقف خلف ذلك التمرد القبلي وراح يعني. وقت ذاك أبدا ما كانوا بيجيبوا سيرة إيران. الآن إيران مدعومة من قسد ومن القسد. هي ازدواجية معايير، هذا مش إعلام، هي مش مهنية في الإعلام ولا منهجية في البحث العلمي. خلاصة قولي ورأيي وموقفي، أعتقد بات واضحا. هذه الخلاصة: أنا ضد لغة التهديد والوعيد، وضد شيطنة قسد كيفما اتفق. أنا معارض لقسد، أنا معارض لقسد، لكن لا أشيطنها دون وجه حق ودون سند. أنا معارض النزوع والمنزلقات الإسلامية في أداء الحكومة الجديدة، لكن لا أشيطن الحكومة الجديدة. أنا معارض لمنح الجنسية للمقاتلين الأجانب، لكن هذا لا يسد أمامي أبواب الأمل في غد أفضل لسوريا. أنا ضد خطاب الكراهية، أنا ضد النقد المتهافت الهزيل اللي لا يستند على مرجعية علمية رصينة وموضوعية ومتوازنة أيا تكن. يعني موقفي يعني مصلحة سوريا أولا، وداخل سوريا مصلحة كل المناطق، تجتمع كل المناطق يعني بخصوصياتها بحقها. حقها هذا حقها، أنت تمنحها حقها في أن تدير شؤونها بنفسها، وهذا حق أصيل وحق وطني وحق ديمقراطي، مثلما هو لمناطق شرق الفرات ولمناطق جبل العرب ومناطق سويدة، وهو لمناطق حوران ولدمشق وللساحل السوري ولحلب ولحمص وحما ولإدلب. هذا حق. أنا ما لا يعني دمشق لا تتصدق على منطقة شرق الفرات إذا منحتها خصوصية إدارية حكم ذاتي أو لا لا، هذا ليس صدقة، هذا واجب على دمشق. قرن من الزمن واحد بيأكلك وبيشربك ويقدم لك البترول وبيقدم لك كل شيء، وانت يعني هذه المنطقة مقصية عن المشاركة الحقيقية الفاعلة في الإدارات، في الحكومات، في كل شيء. بس لما بيجي خصوصية سلة غذائية وبترول وما بعرف شو، هؤلاء بشر، هؤلاء مواطنون، هؤلاء لهم حقوق في ذمة دمشق. ينبغي لدمشق أن تفي هؤلاء حقهم بوصفهم وطنيين، بوصفهم مواطنين، بوصفهم
سوريين. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.